مشروع صناعة الطائرات المروحية حلم لطالما روض الصحفي عباس العيداني الملقب بابن فرناس البصري تحول إلى حقيقة. وقد يتساءل البعض ما الجديد في صناعة الطائرات المروحية؟ نقول بأن فرناس البصرة بعبقريته حول محرك سيارة فولكس واجن من حركته الأفقية إلى حركة عمودية. لم يعتقد عباس أنه سيحقق حلمه بصناعة طائرة في العراق، حلم ترجمه إلى حقيقة بأدوات ومعدات بسيطة لا تخطر على البال. هذه المروحية البسيطة تمكن عباس الذي يبلغ من العمر 45 عاما من صناعتها بعد عناء طويل، إذ استغرق العمل بها أكثر من عام. استخدمت صناعة الطائرة بمادة الفايبر جلاس وبعض الأدوات الخاصة مثل الألمنيوم وبعض الحديد من قسم الحديد الخفيف كلش، ومحرك فولكس واجن. استطعت أن أغير ببعض الحالات أو بعض الميكانيكية. اختصيت بتحوير البساتين مالته، خليتهم بزاوية احتراق تختلف عن ما كان، بالإضافة إلى الرنجات الخاصة مالته بالمحرك. وحولنا الماغنيت الديلكو من بلاتين إلى ماغنيت. المهر الذي دفعه عباس لصناعة هذه المروحية كان مهر زوجته الذي دفعه قبل 20 عاما، فضلا عن مساعدة بعض الجيران لإنجاز هذا المشروع الذي يمثل لفرناس البصرة الشيء الكثير، فالطموح لديه لا ينتهي عند هذا الحد. كانت المنطقة دائما تجيني صبح عصر، حتى بعض النساء يشوفون أنه ابن منطقتهم صنع طائرة. حقيقة أني توقفت ماديا، يعني عجزت ماديا. كنت معتمد على وعود رئيس مجلس محافظة البصرة اللي وعدني بها، وكانت زوجتي أكرم من وعودهم وأكرم منهم، سرعان ما باعت مصوغات الذهبية ويعني استطعت أكمل بعض الشيء. بالإضافة لهذا أحد جيراني اللي يسكنون جنبي محمد صالح، الحاج محمد صالح أبو ماجد، اللي باع بقرته وجاب لي فلوسها، لكن أنا رفضت وكنت متألم جدا أنه يعمل هذا العمل كرجل قروي فلاح والحكومة تقف مكتوفة الأيدي وللأسف الشديد. رغم وصفه بالجنون، يطمح فرناس البصرة بأن يحلق بهذه الطائرة في سماء الإبداع ليؤكد حضوره في عالم التقنيات. عباس واجهته بعض العقبات التي وقفت حجر عثرة لبناء هذا المشروع الذي أنفق عليه كل ما ادخره من أموال بانتظار المساعدة. محمد الزبيدة، قناة المسار، البصرة.